السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وعليكم. خلاص النهارده بقينا في العشرة المغفره. مفيش اسرع من الايام. كنا لسه امبارح بنقول اهلا رمضان، النهارده بنقول مهلا رمضان. كله بيعدي من عمر البني ادم. العمر بيتسرق مننا مش بنحس بيه. النهارده فيديو. النهارده كان عندي مشوار بره البيت، وانا راجعه جبت معايا فراخ وعملتها بطريقه حلوه قوي وصورتها معاكم. بما انا من كفر الشيخ كفر الشيخ فيها عظمه يا جماعه. حبيت اصور لكم علامه من علامات كفر الشيخ. هصور لكم مصنع السكر. فضلا وليس امرا اعملوا لي لايك للفيديو، ولو انت اول مره تشوفي القناه اعملي لي سبسكرايب. نفسي القناه تكبر بيكم وتكون مصدر رزق ليا. ان شاء الله مكملين مع بعض، واللي جاي احلى باذن الله. بشكر كل اخواتي اللي معايا في القناه، وربنا يبارك فيكم ويديكم واللي بتتمنوه يا رب اضعاف مضاعفه. وان شاء الله اللي جاي احلى. لو انت معايا لغايه هنا حطي لايك للفيديو. ده مصنع السكر يا جماعه. عظمه. ايه رأيكم بقى؟ زي ما قلت لكم. كفر الشيخ جمهورية. طبعا كل اخواتي اللي معاهم قنوات زي عارفين احنا قد ايه بنتعب على الفيديوهات. على ما بتصوري، على ما بتمنتجي، على ما نسجل مرة واتنين. فبالله عليكم قدروا تعب ده وحطوا لايك للفيديو. انا عايزة الفيديو اكبر ناس تشوفه. نفس القناة تكبر بيكم، وان شاء الله مكملين مع بعض. ده طريق مصنع السكر يا جماعة. هجيب لكم المصنع دلوقتي. انا حبيت على قد ما اقدر ان انا اصور تكون الصوره واضحه اكتر من كده، لكن انا عشان راكبه العربيه فالصوره ما كانتش واضحه قوي. قولوا لي بقى ايه رايكم في بلدنا ومعالم بلدنا. ده المصنع. ما شاء الله هو مساحته كبيره جدا. انا مش عارفه يعني بالظبط، بس هو مساحته كبيره جدا لان يعني ما شاء الله واخد مساحه اراضي كبيره. حاجه كده عظمه زي ما بيقولوا عظمه. حطوا لايك للفيديو بقى واعملوا لي سبسكرايب للقناه. ده كله عند مصنع السكر. شوف العربية مشت قد ايه. اكتر من 10 دقايق او ربع ساعة كمان. قصاد المباني بتاعته، بس ده اللي على الطريق لسه في بقى اللي واخد مساحة لجوه كبيرة خالص. وصفة الفراخ المشوية انا ما جبتهاش بالتفصيل عشان الفيديو ما يطولش عليكم. عندي فلفل اخضر وعندي توم وعندي بصل، عندي طماطم، كل الحاجات دي. عندي شوية خل، عندي علبة زبادي. كل الحاجات دي كسرتها في الخلاط وعملت فتحات في الفراخ. فلفل اسود طبعا والملح والبهارات بتاعتك اللي انت حابة تحطيها عادي. هدي بقى الفراخ مساج حلو كده بالخلطة الجميلة دي. وهسيبها تشرب من التتبيلة بتاعتها. اعذروني انا يعني عندي برد، يعني مش مركزه في الفيديو قوي. لو الفيديو مش قد كده بس بالله عليكم فضلا وليس امرا حطوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للقناه. في الصينيه بقى اللي اسويها فيها وهرص الفراخ جنب بعضها. هدي الصينيه فرشه حلوه كده من نفس الخلطه اللي انا شغاله بيها. زي الفل. انا ما لحقتش اصور الفراخ وهي مستويه لان كنت جايه متاخره، فما لحقتش بصراحه يا جماعه. كنت مضغوطه. انا سبتها هنا قد ربع ساعه كمان على ما جهزت الحاجه. وشغلت الفرن بتاعي يسخن. ما بحطش الفراخ في الفرن غير لما الفرن اسخنه الاول شويه قد 5 دقايق. اول ما يسخن معايا بهديه بقى وادخل فيه الفراخ. انا مش عايزاها تتحرق من بره وتكون من جوه طريه. فانا بهديه عشان تستوي كويس. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.